عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله يا ربي تعجبكم. الروسيت متاعنا لليوم كما قاعدين تشوفوا روز بالفيكيا تونسي ياسر بنين وناجح 100%. طريقة بيان سور سهلة برشا والمكونات كيف باش نستحقوا. هوني اللحم ما علوش، اني خديت اللحم نتاع جديد وتنجموا تاخذوا اي نوع تحبوه. وهوني خديت بصل. بالنسبة للبصل خديت على الأقل 4 ولا 5 بصلات كبار فرمتهم بالكدا. البصل هو اللي باش يعطيكم التختوخ البنين نتاع الروز بالفيكيا. اول حاجة هوني حطيت شوية زيت زيتونة، قليت فيه اللحم نتاعي هكا باش عطاه لون مزيان. قليوه بالقدا معناتها، وكيف ياخذ هكا الكولور نتاعو كدوغي نزيدوا عليه البصل اللي حطيناه. كما قلت لكم البصل هو اللي باش يعطيكم الصوص الخاطره نتاع الروز. ولا حطيت تقريبا 4 ولا 5 كبار، كان عندكم صغار كثروا شويه. ولا نخليوه يتقلى هكا مع بعضه حتى لين زيدا كيف البصل يتقلى بالقدا في الزيت. بعد ما يتبيل بالكدا البصل هوني باش ناخذ الفحات، ملح، فلفل اكحل، خديت كركم، شويه فلفل زينه كان تحبوا، وشويه قرفه، ومعاهم 2 ولا 3 عود قرنفل. بعد ما حطيت لفاح صبيت صبه باهيه هكا متاع ماء حتى لين نغم اللحم الكل. ومن بعد باش نخليه يغلي في عقله. نشوفوا زيدا كان مستحق انه نزيدوه ماء وقت اللي يشيح شويه من الماء نزيدوه. وطبعا باش نحضروا مع بعضنا الروز. هذه المرحله مهمه برشا، نحبكم تتبعوها بالكدا. الروز لازم يتغسل على الاقل 4 ولا 5 مرات بالماء. شوف اني كيفاش نحط له الماء، نحركه بيديا ونزللك الماء هذاك الابيض حتى لين نتحصل على ماء يكون بريسك ترانسبارون كما قاعدين تشوفوا. وهذه بالحق الاستيوس اللي باش يجيكم الروز نتاعكم كعبه بكعبه، ما يتعجن لكمش بالكل، خاطر كميه النشاء اللي في الروز الكل نسميو نحيناها. تو ولا اللحم نتاعنا طاب بالكدا نحيها على جنب. نخلي كالصوص هذيك نتاع اللحم راهي جات خاطره ياسر معناها باهيه، على خاطر حطيت فيها برشا بصل. فلا تو باش نسقط الروز نتاعي باهي. باش نقول لكم ما نحركوش الروز جست من الاول هكا دوبا ما حطيته. ومن بعد باش نقوي الغاز تقريبا معناها على اعلى حاجه، نغطيه ونخليه 10 دقائق يغلي هكاكا كما قاعدين تشوفوا توا. يغلي بالكدا من غير ما نمسو، على خاطر كان نحرك الروز راهو باش يتعجن لنا. وبعدك 10 دقائق نشوف انه ولا الروز بدا يشرب فك الصوص متاعي، نكمل نغطي عليه وننقص على الاخر الغاز، نخليه يكمل يطيب تقريبا 10 دقائق اخرين. تو باش نجي نتلهي بالفيكيا متاعي باش نقليها. حطيتوني مغرفه كبيره زبده، وهنا خديت الفاكهه اللي تحبوا عليها بيان سور واللي موجوده عندكم. اني هوني تقريبا خديت انطو 200 غرام. ما راني مستعملتهمش الكل، معناها حطيت اقل من 200 غرام. فلا نخليوها هكا تتحمر شويه حتى لين تاخذ كولور دوغي مزيان. ومن بعد نحيوه نحطوها تستقطر شويه باش ما تقدمناش الزبده في وسط الفاكهه. ونحطو الروز نتاعي مازال قاعد يطيب. شوفوا بعد ما غطيت عليه وخليته يزيد يغلي كيفاش قاعد يشرب بشويه الصوص. وبيان سور راني ما حركتوش بالكل، جست هنا من الفوق هكا نهز شويه باش نذوقها كان طابتشي هكا. روز خذيلي تقريبا 20 مينوت هكاكا مش اكثر، لين شاح كومبليتمون والصوص من فوق معناها شاحت بالكل. كهو نسكر عليه الغاز بيان سور. هوني ولا خرجته وحطيته في الطبق متاعي. ما نحكي لكمش حسيلو ريحته ياسر جات بنينه، كيف ما عجنليش بالكل كما قاعدين تشوفوا في الفيديو. حبيت نقول لكم اللي في المرحله هذه تنجموا تخلطوا معناتها الروز نتاعكم بالفاكهه. اني ما حبيتش نحطه معناها في وسط، حبيت جوست نزينه من فوق اكاهو. ولا زينت اللحمة متاعي ومن بعد رشيت الفاكهة من الفوق. اما انتم زيدا تنجموا راكم تخلطوا امامتون الفاكهة مع الروز. ولا وتو حبيت نوريكم كيفاش الروز
جاي طيب بالحق في حقه بنين. جيني كعبة بكعبة ما شاء الله حسيلو، ما نحكي لكمش غسيت ناجحة إن شاء الله 100%. وتوصلنا لنهاية الفيديو متاعنا، إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. كان جربتوا الروسيت وعجبتكم ما تنسيوش باش ترجعوني على الكونت انستغرام تاعي، ان شاء الله نحط لكم اللين في البعد انفو تحت الفيديو. بالحق راني نفرح برشا كيف يجوني لي روتور نتاعكم، وما تنسيوش كان عجبكم الفيديو تعملوا جيم وكومنتير وتشتركوا بالقناه كانكم اول مره تزوروا قناتي. وتو ما بقى كان نخليكم في امان الله وحفظوا.